الله الله على الترند الجديد. ان شاء الله ده ترند جديد، عشان لو حد عمله محدش عمله قبل كده. لو حد عمله وقال انا عملته بالطريقة ديت، يبقى معلش سارق الترند بتاعي. طبعا دي مش هقول لكم ديت مربة ايه، لا مربة عنب ولا مربى جاهزة، دي مربة جزر قطعة. طبعا كله بيعملها مبشورة، انا بقى عملتها قطعة زي ما كانوا بيعملوها زمان. يا ريت تيجوا وتشوفوا الطريقة بتاعتها، تشوفوا الجمال بتاعها اللي انا عاملاه. شوفوا هنعمل ايه. انا معايا هنا جزر غسلته وهغسله تاني بعد ما انضفه. وطبعا يا ريت ما تجيبيش الجزر الشيخة او الكبيرة اللي هي قلبها بيبقى معضم ابيض ديت، لا هاتي جزرك يكون من الجزر الوسط الناعم الجميل الفلاح. طبعا انا نضفته وغسلته تاني. انا مش هقشره زي ما بيقولوا كده ان احنا بنقشره، لا احنا اتعودنا عليه ان احنا ما بنقشروش، احنا بنغسله كويس قوي وبعد كده بنبدأ نقطعه. يا اما حلقات زي الجنيه كده، بس اتخن من الجنيه، يعني حوالي سمكه 2 مللي او 3 مللي، يا اما مكعبات. انا قطعته مكعبات زي ما انتم شايفين كده، وجبت معايا 4 برتقانات كبار، يعني ما يعادل كيلو وشويه. خدت عصير البرتقان عصرته، ورحت جايه. شوفوا الجزر انا قطعته مكعبات، عايزه تعملي حلقات اعمليه، عايزه تعمليه مكعبات اعمليه، بس صدقيني رهيب في اللون والطعم والشكل. آه طبعا بيديك انا خدت البشر الاصفر بتاع البرتقال اللي هي الطبقه الاولانيه من البرتقال، ما رحتش عند الطبقه البيضاء اللي هي مرره. بعد كده رحت جايه واخده عصير البرتقال بعد ما صفيته وسبته في جنب. بس هنحط دلوقتي انا معايا 3 كيلو جزر، بعد ما تقطعوا كده وزنتهم لقيتهم 3 كيلو، هحط لهم ما يعادل 2 كيلو ونص سكر. 2 كيلو ونص الجزر يا جماعة، والعنب والتين بيتحط له كيلو إلا 200 جرام، على أو إلا ربع على الكيلو على الكيلو الجزر أو المربى أو العنب أو التين. ما بيتحطش كيلو قصاد كيلو، كيلو قصاد كيلو ديت لحاجات تانية. طبعا أنا قلبته في بعضه كده، وهضيف عليه عصير البرتقال اللي انتوا شفتوه اللي أنا عصرته اهوت، معصور ومتصفي. هم حوالي كوباية كوباية وربع، حطيتهم عليهم مع السكر وهسيبهم حوالي ساعتين 3، المهم ما يقلش عن ساعتين. حاولت ان انا اقلب بس عشان السكر يبقى ماسك فيه، يبقى متقلب معاه كلاته، وبعد كده هسيبه. طبعا انا وريتكم القشر البرتقال برضو قطعته بنفس الطريقة، وبس شلت منه الطبقة اللي عاملة زي الفلة البيضة اللي هي بتمرر، هتلاقيني شايلاها اهيت. دي طبعا متقشر متاخد منه البشرة الصفراء. بعد كده انا شلت الطبقة البيضة خالص اللي هي اللي عاملة زي الفل، وقطعته ونقعته برضو حوالي 3 ساعات في مية. هتشوفوا ميته طبعا اهيت، ونزلت معاها لو في بعض مرارة نزلتها خالص ونضفتها. بعد كده لما الجزر اتنقع شوفوا، طبعا السكر شبه داب كله وصرد ميته. هصفي البرتقان، قشر البرتقان من المية دي، واضيفه على الجزر. ما تقلقش خالص، بيدي نكهة جميلة كده، فيها حموضة خفيفة مع طعم البرتقان وريحته مع الجزر رهيب. انا هصفيه زي ما انتم شايفين كده، وحطيته على الجزر وولعت عليه نار عالية. خد حوالي نص ساعة على ما غلي، او اقل من نص ساعة ب5 دقايق. سبته كده يغلي براحته على نار عالية، وبعد كده اهوت مفيش فيه سكر خفيف خالص اللي هو تحت، وولعت عليه وسبته. بعد كده رحت جاية بعد ما غلي، رحت جاية موطية عليه لمدة ساعة وربع. شفتوا؟ ساعة وربع. بعد كده انا شلت الريم بتاعه وهسيبه
يغلي بقى على الهادي خالص، زي على نار زي نار القهوة، وما تغطيش عليه. احنا مش محتاجين انه البخار بتاعه ينزل فيه تاني، ما تغطيش عليه. سبته حوالي ساعة وربع او ساعة وتلت. وبعد كده رحت جاية في التلت ساعة الأخيرة أو كمالة الساعتين، رحت عصرة 7 ليمونات حلوين كده على 3 كيلو جزر. يبقى قلنا 3 كيلو جزر. أنا حطيت 4 برتقانات كبار، 7 ليمونات، ده في الآخر خالص في النص ساعة الأخيرة. وسبته حوالي نص ساعة. طبعا دي المربى بتاعتنا ادت شكل وطعم اهيت. هسيبها كمان 5 دقايق واطفي عليها. ولما اطفي عليها ما تجيش يمتها خالص، ولا تحاول انك تحط فيها معلقة او تغطيها، ما تغطيهاش. سيبيها لغاية ما تبرد خالص. شوف لما بردت تقلت ازاي، ورهيبة رهيبة وجميلة. يا ريت تعجبكم. ما تنسوش الشير واللايك في ترند الجزر المتقطع بالمربى، متقطع بالبرتقال. يا ريت يعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.